وإذا كان العشاق يلتذون بكلام من يعشقون ويحبون من الخلق، أو يلتذ الناس بكلام من يطربون بكلامه من الشعراء أو الخطباء أو الأدباء، فإن المقبلين على كتاب الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحت قلوبهم يجدون من اللذة والنور ما لا يقارنه شيء من لذات الدنيا. ولذلك فإن العلم لا يفرح المرء به إلا في أمر واحد، وهو أنه يقرب من الله أكثر. ليس شأن العلم أن يوصلك إلى درجة في الدنيا، ولا إلى شهادة منها، ولا إلى كرسي تجلس عليه، ولكن الشأن أن يوصلك العلم إلى الله. وإنما يوصلك العلم إلى الله إذا كان قلبك صالحا له، ومن جملة صلاحيته أن تتعاهده بتطهيره من هذه النجاسات التي متى تأثلت فيه فإنك محروم من العلم. وكم من امرئ تراه غاديا رائحا جامعا إلى حلق العلم ومجالسه وكتبه، ولكنه في حقيقة أمره لا يأنس نور العلم ولا يجد لذته، لأن له حظا من قول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والذين امتلأت قلوبهم باليقين بالله وأمره إذا سمعوا هذه الآية خافوا أن يكون من أولئك الذين تصرف قلوبهم عن فهم كلام الله عز وجل ومراده. فينبغي أن يغتم طالب العلم على فوت العلم من نفسه، لا لأجل ذهاب مجلس من مجالسه ولا لتركه درسا من دروسه، ولكن الهم الأعظم الذي ينبغي أن يلحقه إذا اكتشف أن في قلبه شيئا من الدغل لم يتمكن بعد من تطهيره. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في تطهير باطنه وأن يتعاهده، ليكون ذلك أعون شيء له على الوصول إلى العلم. ولهذا ابتدأت هذه المعاقد 20 بالإشارة إلى تطهير وعاء العلم، لأنه إذا طهر وعاء العلم صلح أن يكون العلم في هذا المحل. وإذا صار هذا الوعاء متنجسا فإنه ربما زاحمت تلك النجاسة العلم، وربما أفسدته بالكلية حتى يخرج العلم من قلب العبد. ولهذا كم نرى في الناس من كان مقبلا على العلم وصار منصرفا اليوم عنه. وإن الله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وإن الله عز وجل لا يصرف عبدا أقبل عليه، ولكن الحقيقة أنه أقبل في الظاهر، وأما في الباطن فإنه في حال أخرى، فهو يلتمس العلم لأجل المفاخرة أو المباهاة أو المكاتبة.